سلام. بطل قصتنا اليوم سميتو منير. اليوم غادي تعرفوا النتيجة ديال انك تبغي شي حد لدرجة الجنون، لدرجة انك تغاضى على الاخطاء او الكوارث اللي كيدير. ونهاية هذا الحب الاعمى كانت كارثة. قصتنا وقعت في 2010. منير راجل ولد البلاد وخدام حداد مع دوك الشركات اللي كيبيعوا مواد البناء. كان خدام مزيان ومستقر في خدمته ومزوج وعنده 4 الوليدات، في عمره 42 عام. المهم كان عايش بخير هو والاسره ديالو. مراته الله يعمرها دار بنت الناس ودرويشه، هازه مع المسؤوليه وكتصون الغيبه ديالو. وبحكم الخدمه ديالو كان كيديبلاصا مره لشي مدن قراب ويرجع لمدينته، وكان ديما كيكون مطمئن حيت مراته راده البال الوليدات. ولكن بسبب زياده المسؤوليه عليها انها تقابل شغل الدار وتربي 4 الوليدات متقاربين في العمر، ها اللي كيمرض ها اللي باسل، توجد لهم تصبر لهم تحضيهم. بعض المرات وبلا ما كانت كتقصد كانت كتهمل حقوق راجلها الشرعيه وما كتعطيهش حقه حيت كتكون عيانه. وهذه المشكله كانت كتخلي منير دائما معصب ودائما مبرزط. وفاش بعض المرات كان كيمشي يجلس في القهوه مع صحابه كان كيعاود لهم على هذه المشكله اللي مبرزطاه، برغم من انه عارف باللي الراجل بصح ما كيعاودش اسرار دارو لصحابه. المهم واحد من صحابه اقترح عليه انهم يمشيو يفوجوا على راسهم في واحد الدار مشبوهه، وهذه كانت اكبر غلطه دارها منير. وبالفعل مشاو وتعرف داك الليله على وحده سميتها رحاب. وطبعا هذه ماشي سميتها الحقيقيه حيت كاع اللي كيخدموا في هذا المجال كيعطيو اسماء ماشي ديالهم. المهم من بعد ما سلاو العلاقه عجباتو، بقاو كيهضروا مع بعضياتهم وتعرفوا على بعضياتهم اكثر واكثر. رحاب هنا قالت له نفس الهضره اللي كتقولها اي وحده خدامه في هذه الخدمه، بلي هي بنت الناس والظروف اللي خلاتها تخدم في هذا الشيء حيت ما لقات حتى حل، وبلي ما كرهاتش تعيش بحال البنات وتخرج من هذا الوسخ. وطبعا هنا منير تسيقها ورجع كيبغيها بواحد السرعه كبيره. بقى كل ليله كيمشي لعندها، صافي ما بقاش قادر يصبر بلا بيها، ورجع كيغير عليها من دوك الرجال اللي كدير معاهم داك العلاقه. هنا صافي قرر انه يتزوج بها بشرط انها تخلى على داك الحياه اللي عايشاها وتكون ليه بوحدو. طبعا رحاب كانت كتسنى هاد اللحظه قبلات، وخصوصا انها شايفه منير شحال كيبغيها وكيشوف غير فيها. المهم في 2011 منير ورحاب تزوجوا، طبعا بلا خبر مراته، ما عرفتش كي دار ليها. كرا ليها واحد البارطما في واحد بلاصه بعيده على دارو، ودائما كيفسر السبب ديال الغياب ديالو لمراته الاولى باللي عنده الخدمه بزاف، ومراته حيت درويشه كانت كتثق به وعمرها ما شكات فيه. داز الشهر ديال الزواج ورحاب ومنير فرحانين بزاف، ورحاب هنا مازال محافظه على الوعد ديالها ليه انها تنسى حياتها القديمه وتقطع علاقتها مع كاع دوك الرجال والعيالات اللي خايبين واللي كانت كتعرفهم شحال هادي. اما منير كان تقريبا كيصرف عليها كاع فلوسه، شرى ليها فراش جديد على ذوقها وما كان مخصصها من حتى حاجه، اللي حلات عليها فمها كيحضرها ليها. دازت شهرين ومنير لاحظ بلي المعارف القدامين ديال مراته بداو كيبانوا عاوتاني. وفاش كان كيسولها علاش كتصوني عليك فلانه، كانت كتقول له بلي كيطلبوها ترجع تخدم داك الخدمه حيت الكليان كيسول عليها بالسميه، وبلي كانت كتربح بزاف ديال الفلوس في الليله. هنا رحاب كانت غير باغيه تشوف ردة الفعل ديال منير، واش يقبل يخليها ترجع للخدمه ولا لا، وخصوصا كتبين له بلي كتربح بزاف ديال الفلوس في الليله وهي ولفات بزطامها فيه الفلوس. واخا منير ما كيخلي ما كيجيب ليها، ولكن اللي كانت كتشد كتر ومهما غادي يدير ما غاديش يعوضها على داكشي اللي كانت كتربح. المهم منير في ديك الليله تخاصم معاها مخاصمه كبيره وفكرها بالوعد ديالها ليه انها تقطع علاقتها القديمه وتنسى داك الوسخ اللي كانت عايشه فيه. المهم منير كان كيحاول يقنع راسو باللي هي غير مساله وقت ورحاب غادي تنسى حياتها القديمه. وفي نفس الوقت رحاب كانت عارفه باللي منير كيبغيها بزاف وانها الا بقات كتلح عليه كل مره غادي يخليها ترجع لداك الخدمه. كيف ما كنقولوا عمر الشطاح ما ينساه هزة الكتف. المهم حاولت معاه مره الاولى والثانيه والثالثه وهو كان رافض نهائيا هاد الفكره. غادي تقولوا لي منين هي باغيه هاد الطريق، علاش ما تطلقش منه ودير اللي بغات؟ غادي نقول لكم باللي منير كان بالنسبه ليها صفقه مربوحه، حيت الكليان غادي تبقى تجيبو لدارها وهي مره مزوجه، حتى ما حد ما غادي يشك فيها، وحتى الا وقعت شي مشكله غادي تقول لهم باللي هادو صحاب راجلها وراجلها غادي يخرجها من اي مشكله وقعت فيها. المهم من بعد ما تاكدات باللي منير مستحيل يوافق على داكشي اللي باغيه، طلبات منه انهم يخويو البلاد باش دوك الناس ما يبقاوش مصدعينها
وينساوها، وحتى هي تعطي فرصة لراسها أنها تنسى داك الماضي ديالها. رحاب قبل ما تخدم في دار الدعارة كانت طباخة، وطلبت منه أنهم فاش يسافروا هي تخدم طباخة وهو خدمته مطلوبة، ويتعاونوا بجوج على الزمان، يجمعوا حصيصة ويرجعوا لبلادهم ويديروا شي مشروع ويعيشوا مرتاحين. وفاش سولها فين نمشيو قالت ليه السودان. استغرب بزاف داك الساعة، قالت له بلي هي فايت ليها خدمات عند واحد السيدة من السودان، وهي اللي غادي تعاونهم فاش يوصلوا لتما، تلقى لهم الخدمة وتوقف معاهم حتى يوقفوا على رجليهم. المهم منير وافق بدون اي تفكير، سمح في مراتو اللي قال ليها بلي جاتو شي خدمه تما بصالير زوين وغير يستقر غادي يجيبهم حداه هي وولادو. سمح في خدمته وتبع رحاب، باع كاع داك الفراش اللي شراه باش قدر يوفر مصاريف ديال السفر. المهم سافروا للسودان وبقاو تما عام ونص. عام ونص هو خدام وحتى هي خدامه، ولكن واخا هكاك لاحظ بلي رحاب تصرفاتها مبدلين. كتهضر مع الرجال بزاف، بزاف د العائلات كيصونيو عليها، ديما كدير السبه وكتخرج. هنا كان زاد الشك ديالو ليها اكثر، وعرف بلي حتى تما ما غاديش تتوب. فقال لها والو، نرجعوا لبلادنا، انا هنا شنو مستافد؟ غير الغربه على والو. انت ما غاديش تبدلي، وإلا كنتي باغا تبدلي بصح غتبدلي في بلادنا ماشي في بلاد الناس. المهم نوضها معاها حيحه حتى قنعها بلي صافي خصهم يرجعوا بحالهم، وبالفعل رجعوا بحالهم للبلاد. رجعوا بحالهم. رجع كرا لها عاوتاني مره واحده اخرى، عاوتاني شرا فراش جديد. المهم بقاو عايشين مع بعضياتهم. وهنايا منير بدا كيحس بالغلط الكبير اللي دار، وباللي ضيع بزاف د الوقت وبزاف د الفلوس على واحد السيده اللي الشك ديالو فيها كيزيد نهار على نهار. السيده غير رجعت والتليفون ما كيسكتش مصوني. صحاباتها القدامين غير تشوفو دخلت قطع التليفون، كانت كدير شي تصرفات اللي كتخليه دائما يشك فيها، عمرو ما ارتاح ليها نهائيا. واخا كان كيحاول يقنع راسو بلي داكشي غير وسواس، ولكن راه بزاف على الوسواس. السيده كدير شي تصرفات اللي باينين، التليفون كيصوني قدامه غير يقولها جاوبي تقولو من بعد من بعد. المهم منير كان راجل حرش وما يقبلش هادشي على راسو. واخا غلط وداها ما صالحاش، قال يمكن الزباله ترجع جامع. المهم في واحد النهار كان خدام ورجع قبل من الوقيته ديالو. رجع من الوقيته ديالو لقاها جالسه في الصالون، هي وواحد البنت كانت خدامه معاها في داك الدار المشبوهه، وواحد الراجل. دخل سلم عليهم، قال لها شكون هادو؟ طبعا هو كيعرف داك البنت. قالت له راه غير جاو يسلموا عليا، غير جاو يشوفوني كي بقيت. المهم دغيا مشاو بحالهم هادوك الناس ونوضها معاها. ناضو كيدابزو وكيتغاوتو هو وياها وكيتصادعوا على شي يجي، واش ما بغيتيش تتوبي؟ انت ما عمرك ما غتوبي، انت دايره، انت فاعله، وهي تقول له انت ماشي راجل، وهادي. كثر صداع بيناتهم. رجعت كتهدو كتقولوا شوف انت ما غاديش تبدل، راسك قاصح، يا اما تطلقني يا اما غادي نفضحك. قال لها كتهديني من بعد كاع داك الخير اللي درت فيك، وانني نقيتك وانني خرجتك من داك الوسخ اللي كنتي عايشه فيه، رجعتي كتهديني؟ قالت له قال لها شنو غادي ديري؟ قالت له غنعيط لكاع الناس اللي انت حشمان تقول علاقتي معاك بهم، ونقول لهم بلي انت ديتيني من دار الدعاره، ديتي وحده عاهره، وداك الساعات شوف كيفاش غادي يبقاو يشوفوا فيك من بعد. نعيط لعائلتك، نعيط لصحابك، نقولها لمراتك، نقولها لجيرانك، نقولها لاي واحد ونشوهك. فهنا ناض كيدابز معاها. مهم دازت ليله كلها دباز. تكلماو شويه، مشات للكوزينه وهو دخل الحمام. داك الساعات مشات كطير، حيدت لاكارت ديال التليفون ديالو النمره وخباتها في الجيب ديالها. المهم سالا هو تدواش، رجع عاوتاني. ناضو عاوتاني هو وياها جبد الهضره، ناضو عاوتاني كيتناقروا بقاو كيدابزوا. طلع الصوت ديالهم بزاف، ما قدرش يصبر، هز الموس وبقى كيضربها فين ما جات، حيت بالنسبه ليه هو مستحيل يخليها ترجع لذاك الطريق، ومستحيل انه يقبل انها تشوهه من بعد ما سترها. المهم بقى كيضربها بداك الموس، ما فاق حتى شافها طايحه قدامه والدار كلها دمايات. تلف شد في راسو، عاد عرف المصيبه اللي دار، ما عرف ما يدير. شنو غادي يدير؟ فين غادي يمشي؟ واش يهرب؟ لا، الريحه غادي تبان، شنو غادي يقول؟ ديك الساعات مشى جاب منشار وقطعها لاربعه ديال الاجزاء. قطعها دارها في واحد الخنشه ومشى لواحد الخلا وبقى كيلوح كل طرف في جهه. المهم لا غد ليه مشى نقى الدار ديالو مزيان، قادها، حيد داك الدم، مسح الارض مزيان، صب كاع داكشي اللي تقاس بالدم. مشى لعند البوليس.
مشى لعند البوليس وقال لهم مراتي جيت هاد النهار من الخدمه ما لقيتهاش. المهم مراتو كانت طبعا فايت ليها، دخلت للحبس بتهمه الفساد. فاش شافوا بلي السيده ديجا عندها سوابق قالوا يمكن هربت مع شي واحد. المهم هي مسجله عندنا وإلا بانت لنا شي حاجه غادي نقولوها لك. صافي مشى للدار ديالو، رجع لمراتو، رجع لوليداتو عايشين بخير هانيين. دازت سيمانه واحد السيد كان غادي في ديك الخلا، شاف واحد خنشه مليوحه مشى حلها لقى رجل. المهم داك الساعه تعيط البوليس، جاو داروا تمشيط لداك البلاصه هذيك، لقاو كاع الاجزاء اللي كانوا ناقصين غير مليوحين، كل واحد في مليوح. داوهم للطب الشرعي. طبعا ومن بعد ما داروا الفحوصات ديالهم عرفوا بلي داك الاجزاء كتنتمي لنفس الشخص. المهم كانت الجثه بدات في التحلل وصعيب عليهم انهم يعرفوا شكون هي، ولكن في الجيب ديال الحوايج ديالها كانت داك لاكارت صغيره، داك لاكارت سيم. المهم داروا تحريات على داك لاكارت، عرفوها بلي هي مسجله بالسميه ديال منير. شكون هاد منير؟ راجعوا لقاو بلي راه واحد السيد سميتو منير جا هذه واحد السيمانه دار ديكلاراسيون بالاختفاء ديال مراتو اللي حتى هي في الثلاثينات من عمرها. المهم عيطوا وراوه الجثه، طبعا غير شافها نهار وداك الساعات قال لهم شنو كاين، عاود لهم قصته من الاول معاها وكيفاش انه سترها وكيفاش هي قررت انها تفضحو. لاكارت تليفون صغيره فضحاتو حيتاش هو ما شافهاش فاش حيدتها له من التليفون. طبعا تحول للتحقيق وحكموا عليه بالمؤبد. شفتوا الغلطه ديال منير بسبب غلطه صغيره، بسبب انه في واحد النهار في واحد لحظه ضعف او لحظه ان الشيطان زيغو خرج على عائلته، خلى 4 الوليدات موراه ما كاينش اللي يصرف عليهم من غيره، خلى مرا كانت معاه راجل صايناه في الغيبه ديالو مربيه لوليداتو، هزه معاه المسؤوليه، ما كتكثرش عليه في الطلبات بسبب وحده عاهره خرج على اسره كامله. كانت هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم. ودائما الانسان فاش تجي شي لحظات ديال الضعف دائما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبعد على داك الصحاب اللي كينصحوك غير بالحاجه الخايبه. الاسرار ديال الدار ديالنا ما كنعاودوهمش لصحابنا في القهاوي، حيت ما غاديش ينصحوك شي نصيحه مزيانه. الراجل ديال بصح عمره ما كيمشي كيقول مراتي ما كتعطينيش ولا مراتي ما كتفعليش. المراه كتبقى حربه، ما كنهضروش عليها في القهاوي مع صحابنا. وكانت هذه هي قصه منير اللي خلى اللي يسوى بسبب اللي ما كيسواش، وكيفاش خسر حياته وخسر مستقبله وخسر السمعه ديالو بسبب وحده حياتها اصلا ضايعه.